الكبرى أطفالي سكنت في البيت. بما أنه الكبرى من بنات يعني العائلة، فكنت أساعد أمي دائما، فأنظف البيت. جيت لقيت إناء الشاي الاستكاني اللي إحنا نسميه ملتصق مكسور وملتصق بأرضية الدار، فجبت المكناسة العفو يعني أريد أشيلها. كسرت زجاجة وقعت بعينها، مزقت العين قطعتها. هنا فركتها هي بلا تراب إلى أن قطعت العين صارت الجسد. قطعها للعين ونزل قطعة كبيرة، يعني ما كانت قطعة صغيرة، يعني قطعة كبيرة رأسا شقت العين ونزلت على أرضية هذا. فأني ألم كان فظيع يعني إلى درجة بحيث ما حسيت، فحاولت يعني أفركها لعيني. ساهمت من فركت عيني، ساهمت بتقطيع الأجزاء الداخلية من عين. من حسن الحظ كان الوالد موجود بالبيت، فصرخت سمع صوتي، اجى رأسا، اجى شاف العين مفتوحة يعني مثل الباب المفتوح. وبالفعل أخذنا إذن وطلعناها بالليل إلى مستشفى في بغداد وجمعنا كبار الدكاترة جمعنا. اجينا رأسا لبغداد. توجهنا إلى مستشفى دكتور وهرام أراتون، كان دكتور أرمني الجنسية، وكان المستشفى مالته مختصة بالعيون، وكان من كبار الدكاترة يعني اللي مختصة بالعيون. فمن فحصها العيني هو ومجموعة من الدكاترة يعني لجنة، قال للوالدي يعني العين مقطعة أجزاء وداخل التقطيع إلى الأجزاء الداخلية من عندها بحيث قاضي على النظر تماما يعني. فإحنا من نريد أن صار نجري لها إشي، نجري لها مجرد عملية تجميلية فقط لخياطة الأجزاء الخارجية فقط، وأما بالنسبة للنظر يعني منتهي تماما يعني والدي قال له أنا ما أقدر أقتنع بهاي إجابتك، إذا هاي أخذها للخارج، أخذها لندن. ثم جينا أطلع للخارج أوديها للخارج قالوا ما في أي فائدة، أحدث الأجهزة موجودة عندنا. قال شو أسوي لك؟ عين قطعت والعين قطعت. قال لي أنا سمستعد أتصل بلندن وأكلم البروفيسور المختص وأخذ الردة وأخليه هو يكلمك ينطق الإجابة. اتصل رأسا الدكتور وشرح له الحالة، قال له هالشكل الحالة حالتها، نفس الإجابة اللي أجاب بها الدكتور وهرام أراتون نفسه أجاب بها الدكتور اللي بلندن. فأبويا والدي رضخ للواقع يعني، قال له بعد يعني اجروا العملية. فقرروا ثاني يوم يجرون العملية. دخلت صالة العمليات، تركني والدي بصالة العمليات تحت العملية تحت المخدر، وهو راح مشي من مكان المستشفى من شارع رشيد، أتصور أني أتوقع كانت بشارع رشيد إلى مرقد الإمام الكاظم عليه السلام مشيا على الأقدام. خلال العملية صارت عندي فكرة أن إحنا نصعد على المنبر نقول لهم للناس أهل البيت شو يسوون وش يسوون. صدق هذا الكذب؟ إذا كذب ليش ندجل على الناس؟ وإذا صدق ليش ما أروح لهم أنا؟ بالفعل توضيت ونزلت رحت إلى حرم الإمام وسجلت. حسب ما يقولون الجماعة اللي رافقوه أقربائنا كان ويا أحد أقاربنا يعني، قال دخل إلى المرقد بحالة يرثى لها يعني وضعيته كلش فدمر منهار يعني تماما. وجيت دخلت إلى الإمام موسى بن جعفر ما حكيت شيء، صليت ركعتين قدامك مرأة الشريف. قلت له أنت بين أمرين أنا سامع عنك تمقرأ بالحوادث وقارئ بالكتب. بالكتب أكو شيء بس كتب ما عندي يعني شيء كتب صدق لو كذا أنا ما أدري بيه. لكن أنت بين أمرين لو كتب لو قراءة تثبت لي وجودك. والله العظيم ده التعبير خاطبك. اجى المستشفى أنا كنت مكملة العملية، مكملين العملية مطلعيني تحت تأثير البنج بعدني. طبيت وبعد 4 أيام بعد أسبوع كل ما تتحرك إلى أن يفتحون العين. بالفعل بعد أسبوع أجوا بنفسه ورامر يفتحها. كان والدي موجود والدكاترة وقسم كان الكادر الصحي اللي موجود بالمستشفى كلهم راهبات، يعني كلهم لابسين زي الراهبات، والممرضات والدكتورات أيضا كانوا واقفين. فإجا الدكتور فتح عيني وسد العين السليمة وسألني يعني من عن طريقة الملاطفة، يعني يريد مثلا يخفف يعني من الوقع. فقال لي ساحتي حتما تشوفين بعينك. قلت له ما أدري دكتور أنت شوف يعني شلون. فقال لي رفع أصبعه قال لي هذا شنو؟ قلت له مثل قلم التباشير أشوفه.
قال لي متأكدة؟ قلت له نعم. قال لي زين عينك السليمة مسدودة زين؟ قلت له أنت تأكد من عندها. فلزم ضبطها العين السليمة تماما حتى لا أشوف بها. رفع أصابع الثنين، قال لي هسه، قلت له صار 2. رفع احنا 5، قلت له صار 5. قام يصيح صوت يعني مثل حالة الهستيريا صارت عنده. قال ما معقولة. فالتفت الوالدي سأله، قال له أنت وين كنت؟ وين تركتنا ورحت لهذا؟ قال له والله قصدت بيت من بيوت الله بهالصيغة هذه تماما. قصدت بيت من بيوت الله التي لا يراد بها الدعاء. قال له يعني احكي لي بالتفصيل. قلت له متاكد انه صار شكل؟ قال لي متاكد الشكل. قلت له والله انا طرقت لي باب من ابواب الله، رحت الامام موسى الكاظم طرقت، اذا انت تؤمن بهذا. قال له شكل الامام عندنا موسى الكاظم، واحنا نقصد لقضاء الحاجات، وعندهم شفاعه عند الله سبحانه وتعالى، ومكان ما يرد بها الدعاء ان شاء الله. قال له عين بنتك صاحب العمليه اللي بيها العمليه افضل من السليمه، الرؤيه بيها افضل من السليمه. وكان بحال دهشه يعني. ويعني بنفس الوقت وثق شو اسمه الحاله، وثقها بسجلات المستشفى. وكانت صاحبني جدتي بيبيتي اللي كانت وياي، فقالت كانت تحكينا، قالت 3 من الراهبات اسلموا، دخلوا الاسلام على ضوء يعني العمليه بلي. وكذلك الدكتور كان يعني اصبح من الموالين الى آل البيت من بركات الأئمة إن شاء الله.